مساء الخيرات. ازيكم عاملين ايه؟ انا دلوقتي في عياده دكتور محمود ناصف اسنان، وانا بترعب جدا من عيادات الاسنان، بس هو دكتور محمود شكله كيوت. بصوا لا شكله كيوت الحقيقه، فربنا يستر. سناني زي ما انتم شايفين اهي جير كتير قوي، فقلت اجي اشيل الجير. انا اسفه ان انتوا شفتوا المنظر ده، هوريها لكم افتر بقى ان شاء الله. وانا خلصت الحقيقه، يعني الدكتور كتر الف خيره ان هو صبر عليا يعني ما شاء الله عليه عنده سعه صدر. بس عايزه اوري حضراتكم النتيجه الفظيعه. تعالوا بقى نشكر الدكتور ويحكي لنا في جهاز عجيب جدا. انا كنت فاكره الموضوع بسيط. لا يعني والله نورتينا، ويعني احنا بجد النهارده كنا كلنا مبسوطين بالتعامل معاكي. والجهاز بتاعنا ده باودر بسيط بيطلع شوية هواء، وبيبقى آمن جدا في تنظيف اللثة والسنان من أي جير ممكن يترسب عليها يعني. هو انا كنت متصوره بقى الحكايه ان انا حاجه انضف الجير وامشي بالاجهزه بتاعت زمان، لكن طلع ان في حاجات حديثه وبيبقى في ثوره جوه البق كده. يعني الحاجات الحديثة دي أقل حاجة ممكن نعملها مع حضرتك يعني. ميرسي يا دكتور، والله ميرسي ليكي متشكره بجد. قوي وعجباني جدا، منبهره يعني من ذوقك، ربنا بالنتيجه. يخليكي. وربنا يخلي حضرتك. قول لهم بقى بعد ما خلصنا التنظيف وعملنا الحاجات اللي بتعمل ثوره في البق دي المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان احنا مينيمم ان احنا ننظف سناننا مرتين في اليوم. لازم نعمل تنظيف عند الدكتور اللي بيتابعنا كل 6 شهور، مش اكتر من كده. وطبعا الفلوسنج مع المضمضة اثناء الاسبوع ده بيقلل جدا التهابات اللثه، وان احنا يحصل عندنا اي مشاكل على اللونج ران، او يحصل تسويس او مشاكل في العظم حتى بتاع الفك. بس الفلوسنج مش كافي، لازم يغسلوا اسنانهم. لازم غسيل السنان ولازم الفلوسنج، يعني لازم الاثنين مع بعض. اصل في بعض الناس تقول لي لا الفلوسنج كفايه. لا مش كفايه على فكره. لا الفرشه مهمه جدا في ان هي تجيب الاسطح الخارجيه، بس منطقه التلامس ما بين الاسنان والضروس ما بتجيش غير بالفلوسنج. يعني ده ليه ميزه وده ليه ميزه، ولازم نستخدم الاثنين مع بعض. يعني يا جماعه الاثنين بيكملوا بعض. الناس اللي بتقول فلوسنج من غير فرشه او فرشه من غير فلوسنج مش هينفع. المفروض بقى اكل بعد قد ايه بعد ما عملت التنظيف؟ بناكل بعد ساعه، ممكن نشرب ميه عادي، بس بنحب ان احنا ناكل بعد ساعه، بحيث ان هو اللثه بتبقى مفتوحه شويه فريش بعد التنظيف، فما ندخلش عليها على طول احماض او اكل او كده. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك. ان شاء العفو الله ليكي، والله اشوفك نورتينا قريب، بجد. بس اشوفك من غير ما تلعب في اسنانك. ان مش شاء معقول الله. يعني. ان شاء الله. والله نورتينا بجد جدا، وفعلا مبسوطين جدا جدا ان احنا النهارده شرفتينا يعني. لا والله انا اللي مبسوطه جدا. ان شاء الله بقى يا جماعه الطلعه الجايه الفينيرز بقى، إن شاء بس الله. لازم دي تعمل لها جمعيه عشان سمعت رقم. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا دكتور محمود، اشوف حضرتك قريب ان شاء الله على خير. ان شاء الله. تحب تقول لهم حاجه نصيحه يا كده؟ جماعه، بص لهم هو كده. غير النصيحه وفي اوفر كمان. اي حد جاي تنظيف من طرف حضرتك يقول لنا، واحنا نعمل له اوفر ان شاء الله 15% علشان بس حضرتك يعني من طرفك يعني. طيب شفتوا جبت لكم خصم. عموما دكتور محمود ناصف عيادته 49 شارع توت عنخ امون سموحه، الدور الثالث، البرج الثالث في ابراج سيدي جابر. شكرا لحضراتكم واشوفكم قريب ان شاء الله. باي باي. باي باي.